لو العالم كله هيجتمع على حب أكلة هتكون الأكلة دي سهلة وسريعة ومكوناتها مش كتير. هسلق المكرونة في مية وملح، هتاخد معايا من دقيقة لدقيقتين لأن دي مكرونة أنا عاملاها في البيت. لو عايزين الطريقة اكتبولي في الكومنتات. وهاخد من مية السلق كوباية. معايا بقى لحمة مفرومة نزلت عليها ببصل مبشور، بهارات مشكلة، فلفل اسود، ملح، رشة من جوز الطيب اختياري. واعجن اللحمة في بعضها كويس قوي لحد ما تعمل معايا زي خيوط كده. وبجد مفيش حاجة بتفرحني قد انكم تكملوا الفيديو وتدعموني بلايك او كومنت. هشكل كمية اللحمة، وفي طاسة هنزل بمعلقة كبيرة زبدة عليها شوية زيت، وانزل بكرات اللحمة بتاعتي واقلبها على كل جنب لحد ما تتحمر وتاخد اللون الحلو ده. هشيل اللحمة على جنب، وفي نفس الطاسة هنزل بحباية طماطم مبشورة عليها معلقتين كبار صلصة، معلقة كبيرة مرقة دجاج، ومعلقة فلفل اسود. هقلبهم وانزل عليهم بكوباية مية سلق المكرونة واسيبهم يتسبكوا 5 دقايق. بعد ما تتسبك هنزل بكرات اللحمة واقلبها دقيقة، وبعدين انزل بالمكرونة. ممكن تكتفوا لحد الخطوة دي، لكن انا ضفت رشة من البقدونس بيدي طعم حلو جدا. جربوها وما تنسوش تعملوا سيف للفيديو عشان تعرفوا ترجعوا له وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبالهنا والشفا.